بما اننا في الصيف والجو حر جدا وزهقانين من وقفة المطبخ، تعالوا نعمل مع بعض سندوتش كبدة اسكندراني. مش هياخد مني 5 دقايق، وعايزة اقول لكم الطعم بجد هيبقى خيال، احلى من عربيات الشارع بكتير. قدميه بقى مع مخلل وبيبسي وبطاطس وشطيطة زي ما انت شايفة كده. بسم الله ما شاء الله، حاجة في منتهى الجمال، ولا كبدة الفلاح ولا غيره. اعمليها في البيت وتحدي في 5 دقايق هتكون جاهزة معاكي. زي ما انت شايفه كده، جبت نص كيلو كبده بلدي بسم الله ما شاء الله، وقطعتيها تقطيعه صغيره كده. عايزه تقطعيها عصافيري ماشي، عايزه تقطعي شرايح طويله اللي انت عايزاه، دي بتاعتك انت في الاخر. طبعا عشان نتخلص من الجراثيم والحاجات والدم والسوائل اللي مش نضيفه في الكبده وزفاره الكبده، هنبتدي بقى نغسلها بليمونتين كبار. انا بحب اغسل الكبده عشان اتاكد من نظافتها طبعا كويس جدا واتخلص من الزفاره. اعصر عليها ليمونتين كبار كده واحطهم في مصفى. هي دي الطريقه المظبوطه لغسيل الكبده. اما بصراحه طبعا مش مستحب خالص ان انت تبليها وكلام من ده خالص. بعد كده بقى هنجهز الخضار بتاعنا للكبده زي ما انتم شايفين كده. هجيب بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي طبعا لو انت عايزاها سبايسي، وابتدي اقطعهم بالشكل القمر اللي انتم شايفينه كده، جوانح بالشكل ده، مفيش فيها اي صعوبه خالص ولا اي مشكله. هي حبايه واحده بس من الطماطم والفلفل والبصل والشطيطه، وقطعتهم بالشكل القمر ده. وكان عندي طبعا في الفريزر فلفل الوان عشان طبعا الشكل يبقى ظريف ويبقى الطعم احلى. هجيب بقى طاسه كده على النار واحط فيها شويه من الزيت. وطبعا التركايه اللي بتفرق جدا جدا في ريحه الكبده وتحسي ان هي زي بتاعه العربيات بالظبط، لازم وانت بتدحي الزيت تنزلي بالثوم على طول، علشان يعني ايه الثوم يتحمص معاكي كده في ثانيه كده. مجرد ما بتنزلي بالكبده في الثوم وهو متحمص بجد بيفرق معاكي جدا جدا في الطعم، وبيديكي ريحه وطشه رهيبه. بعد كده بقى هنتبل الكبده بتاعتنا بعد ما نزلناها كده على الثوم بمعلقه من الفلفل الاسمر ومعلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره ومعلقه من البابريكا ومعلقه من الملح. طبعا هقلبهم مع بعض كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما اتاكد ان الكبده بتاعتي اتبلت كويس جدا، هنزل عليها في الخضار زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، طبعا تبلته كويس جدا. وطبعا لازم التركايه اللي بتفرق جدا جدا عشان اتخلص من كل الزفاره اللي موجوده في الكبده، معلقه كبيره من الخل زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم بجد هي كده خلاص تقريبا جاهزت معايا 5 دقايق بالظبط. بعد ما بحطها كده على النار واحط عليها البهارات والخضار وكده الكبده بتاعتنا جاهزت زي ما انتم شايفين كده 5 دقايق بالظبط. وكنت مشوحاها شايفين بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميله وفي منتهى الجمال. تقدري طبعا تقدميها لاولادك كده بقى في سندوتشات عيش بلدي بالشكل القمر اللي انتم شايفينه ده. شايفين ريحتها بجد شهيه جدا جدا، وطعمها كان جميل وفي منتهى الجمال. شايفين بسم الله ما شاء الله، حاجه في منتهى الجمال بجد. صدقيني اعمليها في البيت ما عادوش هيشتروها تاني من بره، غير انك ضامنه نظافه ايدك بالشكل اللي انتم شايفينه ده. قدميها لهم بقى كده مع بيبسي وبطاطس وشطيطه خضراء ومخلل، وخليهم كده يعيشوا جوه اجواء عربيات الشارع. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.